السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن التمرين رقم 16 في برنامج الاعداد العام الخاص بالناشئين. عايز اقول بس شوية نصايح قبل ما ابدأ اتكلم عن التمرينة واشرح لك كل تفصيلة فيها. اهم حاجة يكون السباحين اللي عندك معمول لهم كشف دوري، بتطمن عليهم علشان تقدر تحمل عليهم كحمل بدني براحتك. نقطة مهمة جدا. النقطة التانية والأهم إن لازم السباحين يكونوا عندهم معلومات كافية عن جميع مهارات السباحة. قدروا إن هم يتعلموا الأربع عومات، عرفوا يعني إيه دريلز، عرفوا يشتغلوا على الدريلات بشكل كويس، عرفوا يعني إيه هاي تكنيك، الدخول والخروج من المية، الترنات بتاعة العومات. الهاي تكنيك بتاعها ده مهم جدا، هيساعدك كتير في ان انت تنفذ البرنامج العام بتاعك. زي ما قلت لكم البرنامج ده خاص بفئة الناشئين، بيخدم من اول سن 11 سنة الى سن 15 سنة. هيطور المتدرب اللي معاك بشكل كبير قوي في فترة قليلة، علشان شغل التكنيك بتاع البرنامج ده كويس جدا. عايز اقول لك برضه على معلومة قوية قوي، ان البرنامج ده علشان توصل بيه لافضل النتائج مع المتدربين لازم يتطبق صح. لازم السباحين يكونوا، الكابتن اللي واقف عليهم لازم اولا بيكون بيعرف دريلات كويس، عارف التكنيك بتاع العومة، عارف المهارات بتاعتها بالكامل، بيعرف يعلمها مش يمرنها، عشان لو في خطأ او حاجة نقدر نصلحه في الاول، لان البرنامج بدأ يشت. التمرينة بتبقى مكونة من تمرينات أساسية، مجموعات أساسية، وداخل المجموعات الأساسية بيكون في مجموعات فرعية. المجموعات الأساسية النهاردة هتكون عبارة عن ورم أب، البري مين، المين ست، الريكفري. والتوتال النهاردة 1500 متر، فالتمرينة مش تقيلة، تمرينة خفيفة بس بيكون ليها أهداف واضحة جدا. مهم برضو نقطة أتكلم فيها قبل ما نخش على التمرينة، يعني السباحين ضروري جدا يعملوا ستريتشنج قبل التمرين، إحماء ب5 دقايق أو ب10 دقايق على الأكثر. بيبقى فيها إطالات علشان تجنبا للإصابات، تجنبا للشد العضلي، تجنبا للتمزقات، فبنحرك المفاصل وبنعمل استرتشات على الجسم بشكل عام، وأهم حاجة بتكون طبعا الأكتاف. هنتكلم النهاردة عن الورم أب. الورم أب عبارة عن 400 متر. ال 400 متر هم حرة. بنقول للسباحين ازاي يعوموا في سيركل دائرية، شكل دائري، يعني السباح دايما رايح على الجنب اليمين وراجع على الجنب اليمين. 400 متر دول عبارة عن 16 مرة السباح بيبقى رايح فيهم، رايح جاي 16 مرة، فيهم 16 ستريم لاين، فيهم 15 تيرن. مهم جدا ان السباح يعمل كل المهارات اللي مطلوبة منه علشان توصل بيه لأفضل النتائج. في الورم اب يفضل ان احنا نعوم كل 3 نفس. السباح احنا لسه بنسخن عشان ما دخلناش في الاهداف او الجو القوي بتاع التمرين. بعد كده بنخش على البريمين. البريمين عندنا النهارده عبارة عن 200 متر، هي 4 في 50 كيك فري، 25 اندر ووتر كيك، بلس 25 اوفر كيك، هيد اب، فاست كيك. الشدة 90% والراحة 30 ثانية. ايه الكلام ده بطل؟ يعني بنعمل 4 في 50، أول 50 عبارة عن 25 وهو السباح رايح بتبقى رجله تحت المية بس راسه عالية، بيعمل سكالنج بالدراعات، وهو راجع رجله بتكون فوق المية وبيعمل برضو اسكالينج. شدة 90، يعني احنا بدأنا نتكلم في شدة عالية شوية. الراحة 30 ثانية. لما السباح بيريح انا بحاول اديله يعني معلومات، وبحاول اثبت له المهارة، اصلح له خطأ، اكد على معلومة. مهم جدا ان يكون في متابعة من الكابتن، ويكون فاهم يعني ايه المهارة او ايه الدريل او ايه العومة. واحنا قلنا قبل كده يعني ايه دريل يا كابتن؟ دريل هي تمرينات لتحسين اداء العوم. طيب ال 25 اندر ووتر دي بتبقى قوية جدا، بنحمل فيها على الرجلين. والاوفر ووتر مهمة جدا برضو لما يكون الراس بره المية، يكون في حمل شديد قوي على الرجلين زائد دراعات السكالينج. السباح لازم يحافظ على التوافق العضلي العصبي. الايقاع بتاع الحركة يكون ثابت من اول متر لاخر متر. نريح 30 ثانية وبنبدأ نكررهم 4 مرات. خلصنا المين سيت. البريمي هنخش على المين سيت، عبارة عن 1200 متر، يعني كيلو و200 متر، عبارة عن 6 في 50، 25 دولفين كيك ارمز ات سايد، 25 دولفين كيك باك هاند اس بوزيشن، اس تي ار ال اللي هو الستريم لاين. الشدة 85 والريست 30 ثانية. طيب يعني ايه ده؟ احنا دلوقتي واضحة جدا ان المجموعة دي اللي هي 6 في 50 عبارة عن تمرينات على سباحة الدولفين او وسط الدولفين. فاحنا بنتكلم على الدولفين كيك ارمز ات سايد، يعني ايديا الاتنين جنبي، جسمي كله مشدود. انا ببدأ الحركة من اول ظهري، بطلع بظهري وبدوس بصدري، وبعد كده بكمل التردد بتاع الحركة.
الدوسة بتاعت الرجلين بتكون اندر ووتر مش اوفر ووتر في الوسط. بعد كده وانا راجع انا بعمل دولفين كيك باك، يعني بعمل ضربات رجلين على كيك باك، بيبقى جسمي قايم على ظهري. الهاند بوزيشن عبارة عن ستريم لاين، وبعمل كيك دولفين. التمرينة دي تقيلة شوية بس بتفهم السباح يعني ايه كيك دولفين اندر ووتر. ببدأ ادي الشدة بتاعتنا 85 والراحة 30، وببدأ ادي للسباح نموذج لأحسن سباح بيعمل عندي المهارة دي. ممكن اخلي السباحين يطلعوا بره المية ويبصوا على السباح الشاطر اللي انا من اول 25 عملها كويس. كابتن اطلع، شباب اطلعوا فوق، واقول للسباح كابتن لو سمحت ورينا الحركة انت بتعملها ازاي، واخلي السباحين يفهموا. لازم يكون في ضغطة لورا، بدوس بصدري، حركة عكسية ومتقدمة جدا، والهدف بتاعها او التأثير بتاعها على العومة ايجابي بشكل رهيب. السباح بيفهم يعني ايه حركة متوازية من اول الظهر الى الوسط الى الرجلين، وبالذات لما يعملها على وضع الباك. ليه عاملين ستريم لاين؟ عشان نجبر السباح ان هو يكون مركز في الحركة جاية من الجذع من اول الظهر الوسط الرجلين. بفهم السباحين الكلام ده وابدأ اطبقها. عبارة عن 6 في 50، يعني 6 في 25، بس انا بعملها خمسينات، رايح ايدي جنبي على الفرونت وبدوس بصدري وانا راجع بعمل باك. التمرينه دي مهمه جدا وضروري قوي 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 يا كابتن ان هي تتطبق صح. يعني لو السباح عملها بشكل خاطئ او عملها مثلا 50% صح 70% صح، لا اعيد التمرينه دي تاني. زي ما قلت لك مفيش مشكله ان انت تكرر التمرينه 3 مرات، مفيش اي مشكله، ولكن لازم امتى نقرر ان احنا ناكد على التمرينه او نعيدها؟ في حالات بتبقى حالات غياب، حالة مثلا الكابتن شخصيا مش مركز، حاسس ان التمرين انت شرحت فالتمرينه ساحت منك وما بقتش قادر تسيطر على التمرينه. ما فيش مشكله لو عدت التمرينه دي مره او 2 أو 3، بس اقصى حاجه التمرينه بتتعاد 3 مرات. بعد كده هنخش على المجموعه التانية من المين سيت. هي عباره عن 400 متر فري بول ايروبيك ويز سنوركل 80%. السباح هيلبس السنوركل، حط البول بوي ما بين رجليه، او لو معهوش الاداة دي او مش موجودة معاه ممكن يخلي رجليه بشكل كروس، يعني رجليه الاتنين فوق بعض. الفكرة ان احنا بنعتمد على الدراعات في ال 400 متر. 400 متر زي ما قلت لك يعني 16 مرة رايح جاي. مش مطلوب منه ترنات، مطلوب منه ان هو يتنفس ويحرك العضلة كتير. رايح جاي 16 مرة. تمام. برضو مش مهم ان احنا نعمل ستريم لاين، ولكن مهم ان احنا نحافظ على وضع الراس. مهم جدا ان احنا نحافظ على النفس طالع داخل كويس. مهم جدا ان احنا نركز في عدد الشدات اللي احنا بنعمل. السباح الشاطر هو اللي بيعمل اقل عدد شدات، مش بكتر الدراعات، بيعمل اقل عدد شدات في ال25 مثلا. من اول 11 سنة ممكن توصل معاك من 10 ل15 كاتش، ده اكتر حاجة. ان بيقعد يحرك دراعاته كتير، اصبح كده ان هو الشده بتاعته ضعيفه، الرجوع بتاعه مش مظبوط. فضروري قوي عشان تظبط الريكفري بتاع الدراعات وشكل العومه يبقى السباح بيشد بشكل صحيح. شد السباح كويس هيعمل رجوع بشكل صحيح. التمرينه النهارده زي ما قلت لك خفيفه، فالريكفري عباره عن 200 متر دبل باك كيك بريست. شرحناها قبل كده، قلنا ان السباح بيطلع بايده الاتنين، بيزق الميه وقايم على الباك، بيزق الميه بايده، اثناء زقه الميه بايده هو بيقفل برجلين بريست. الفكرة من الريكفري ده بيكون السباح بيتنفس كويس، بنقلل الاسترس عليه، بيعمل كول داون او تهدئة علشان تجنبا للإصابات او لأي مشكلة يتعرض ليها، مثلا إصابة او شد عضلي او مشكلة زي ما قلت لك. في نقطة مهمة برضه حابب اتكلم فيها، ان احنا التوتال النهاردة 1500، فالتوتال النهاردة مش تمرينة مش قوية، ولكن ال الهدف بتاعها او التركيز بتاعها ان احنا عايزين نطلع بسباحة الدولفين. السباح يكون فاهمها بشكل كبير قوي، عشان لما يكون في تحميل بعد كده 25 50 100 200، شوفوا سباحين هتعوم معانا ايه بالظبط، يكون السباح قادر فاهم يعني ايه سباحة الدولفين، التكنيك بتاعها عامل ازاي، ما عندوش ولا غلط. لان احنا اتفقنا قبل كده عشان السباح يطلع سبرنت ويبقى التايم بتاعه مظبوط على حسب الفئة العمرية بتاعته، مهم جدا ان السباح يكون قايم تكنيك سليم 100%. طيب لو وصلت معايا لحد هنا معنى كده ان انت مهتم وحابب تكمل. عايز اقول لك ان البرنامج ده مكون من 100 تمرينة. 100 تمرينة ممكن تخلصهم في 6 شهور، او لو بتدي عدد وحدات اكتر فممكن يخلصوا في اقل من 6 شهور. ان شاء الله لما نخلص ال 100 تمرينة بتوع برنامج الاعداد العام، هنخش على البرنامج الاعداد الخاص، وهقول لك تشتغل ازاي، وهقول لك توصل بالسباحين اللي معاك ازاي من مبتدئين الى متطورين ان شاء الله، وتحقق بيهم مراكز كويسة على مستوى المنطقة او على مستوى الجمهورية. في نقطة مهمة حابب اتكلم فيها برضو، عايز اقول لك ان الفترة اللي جاية ان شاء الله انا كل يوم انزل لك تمرينة، فقول لي السباحين اللي معاك في ايد كام سنة، بتمرنهم على ايه بالظبط.
القياسات بتاعتهم عاملة ازاي في ال50 وفي ال100 وفي ال200 على كل عومة. طلعت تخصصات للسباحين ولا لسه؟ السباحين اللي معاك بيتطوروا ولا ما بيتطورش؟ هل طبقت البرنامج ولا لسه ما طبقتوش؟ لو في حاجة واقفة معاك اكتب لي في الكومنتات وقول لي انت بتمرن فين، السباحين اللي معاك وضعهم عامل ازاي، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لكم تابعني يا بطل علشان اللي جاي كله ان شاء الله لمصلحتك. في ناس كتيرة قوي بتعمل البرامج التعليمية أو التدريبية دي أو الأحمال دي بمقابل، ولكن أنا عاملها بدون مقابل علشان يعني هي الوجه اللي إن شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا وأتمنى لكم التوفيق يا شباب.